وهنا عملت لكم هرسة الشطة علشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نشوف الطريقة. وهنا اهو بغسل الفلفل حلو قوي علشان هضربه في الخلاط. هنا معايا كيلو من الفلفل، نص كيلو من الفلفل الرومي الأحمر، وربع كيلو من الفلفل الأحمر الحامي، وربع كيلو من الفلفل الأخضر، وهغسلهم كويس قوي. وهنا بعد ما غسلتهم وقطعت شوية من الفلفل الأحمر في الخلاط عليهم فلفل أخضر، هبتدي ان انا اقطع تاني في الفلفل. هناخد يعني مش هنضربه كل مرة واحدة، هناخد حبة حبة. وطبعا انت لو عايزاه يعني مثلا خشن شوية تقدري ان انت تفضيه في البطرمان وتكملي. عايزاه ناعم زيي بضرب شوية وبنزل تاني عليه علشان يبقى ناعم معايا. ما بحبش ان انا يبقى الفلفل معايا باين في الاكل. اهو هنا بقطع عليه الفلفل الرومي الاحمر اللي هو بابريكا. بعد ما بنضفه كويس قوي من جوه ببتدي ان انا اقطعه لشرايح كده علشان يلف معايا في الخلاط. طبعا عندي الكبة اعمليه في الكبة، مفيش اي مشكلة، المتوفر عندك اعمليه. وهنا هو بعد ما قطعت الفلفل الرومي الاحمر بقطع عليه كذا قرن من الاخضر علشان انا مقطعه احمر تحت، ولازم زي ما قلنا نضرب التلاتة مع بعض علشان يخشوا كده في قلب بعض ويدوني طعم حلو. وهنا اهو بعد ما قطعت هنزل بمعلقة كبيرة من الملح، وهاخد كل ده هضربه في الخلاط. وهنا اهو يا جماعة بعد ما ضربته زي ما انتوا شايفين هكمل عليه الباقي وهضربه زي ما عملنا في الطريقة الأولانية. انزل بأحمر وبخضر. طبعا لازم تقطعي الفلفل كده عشان ما بتحطيلوش مية يتضرب معاكي. اهو نزلنا بأحمر واخضر. وطبعا لو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت لو عملتي شير علشان غيرك يستفيد. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين وصفة ايه المرة الجاية وانا هعملها لكم. وهنا اهو بخلص الكمية بتاعتي. زي ما قلنا هنضرب شوية وهنرجع ايه نكمل. بس عندنا عايز اقول لكم اهم نقطة في الفلفل الرومي وانتي بتفتحيه لازم تشيلي الابيض اللي جوه ده علشان ده هيعمل مية وهيخليك الفلفل كله يعني تحسي ان هو خفيف. تمام. هنا اروح اضرب دول وهجيلكم. وهو بعد ما ضربتهم هكمل بقى الكمية دي كده هحطهم ايه على بعض. اهو هقطع برضو الاحمر والاخضر. يعني بصوا يا جماعه لو انتم ملاحظين معايا في الفيديو انا ما بحطش نوع فلفل واحد، لا، انا زي ما بقطع احمر بقطع اخضر بحط رومي حتى لو نص حبايه. بس لازم احطهم 3 انواع علشان يضربوا مع بعض وما اجيش في الاخر اقعد اقلب وايه واتعب. لا، يبقى كله مضروب مع بعض، ما يبقاش نص اخضر ونص احمر ونص برتقاني والكلام ده، لا، لازم اقطع كله مع بعض. اهو ضربنا تاني ورجعنا ونزلنا بقية الفلفل. هحط بقى الكمية دي كده كلها مرة واحدة، الاحمر والاخضر دول، وهضربهم وكده هنبقى خلصنا. كده يا جماعة خلاص انا قطعت الفلفل كله. دي ان شاء الله اخر ضربة وهجيلكم. حطينا برضو معلقة ملح تاني كده. الكيلو الفلفل بياخد عندنا معلقتين ملح كبار. وهنا بعد ما ضربت بص يا جماعة القوام بتاعه عامل ازاي ناعم. يعني لما تحطيه على صلصة مكرونة، على محشي، على طبيخ، على اي حاجة، على سلطة ما بيبانش. وهنا انا معايا الجردل ده معيار كيلو. طبعا انت عايزة تقسميه لبرطمانات صغيرة براحتك، بس انا هعمل ده عشان ده انا هشيله رمضان. اهو بصي يا جماعة، يعني انا عايزة اقولك ان الجردل ده هيقعد معاكي كمان لبعد رمضان لو انت استخدامك قليل. وهنا هفضي بقية الكمية. وهنا الفلفل عمل لك الكمية دي. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغيرك يستفيد وربنا يحسن ما بين ايديكم. عملت لكم النهاردة احلى هريسة شطة، يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو.